بنص كيلو بس من صدور البانيه عملت الصينية دي تقضي 10 أفراد. مش كده وبس، هينبهروا جدا بيها لأن طعمها في حتة تانية خالص. يلا نصلي على النبي في الكومنتات ويلا نشوف عملنا ايه. اول حاجة جبت 2 من الكوسة، قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده او اي عدد عندكم. بطاطسيتين، قرنين من الفلفل، بصلتين. هنا كل الخضار بتاعي متقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى البصل بتاعي هبتدي ان انا افككه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي سهلة وسريعة وكمان اقتصادية. ومش كده وبس، هيدمنوا عليها. جبت بقى 3 حبات من الطماطم وقطعتهم برضو. نزلت بقى بمعلقة من البهارات المشكلة، معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، وطبعا أي بهارات انت حباها ممكن تضيفيها بالشكل ده. هنقلب بقى كل الخضار ده مع بعضه كويس جدا 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 لحد ما يتشرب بقى ايه الفلفل الأسود والبهارات والملح بالشكل ده. عايزة أقول لكم بجد سهلة واقتصادية. جبت بقى نص كيلو من صدور البانيه وقطعتها. وهنا اي كمية فراخ انت عايزة تحطيها براحتك. هنا كانوا عندي دول صدرين، يعني ممكن يكون ازيد من النص بحاجة بسيطة. ابتديت بقى اقطعهم لمكعبات صغيرة. وكمان تقدري تعمليها بدبابيس الفراخ او بالفراخ او بالاجنحة او باللحمة اللي موجودة عندك، بس احنا بنشوف اسهل حاجة بنعملها. قطعتهم بقى لمكعبات صغيرة، وطبعا في الأول أنا غسلتهم كويس جدا ونضفتهم وصفتهم ونشفتهم كمان من المية. بعد كده بقى بتسهل عليا موضوع التقطيع. بالشكل ده بتكوني مخلصة كل الكمية. بعد كده على طول بقى هننقلهم في الطبق بتاعنا او على البلانشة. نحط لهم بقى ايه رشة من الملح، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة من البهارات ال7 بهارات او البهارات المشكلة اللي موجودة عندك. بعد كده بناخد الفراخ بتاعتنا وبنبتدي ننزل بيها على الصينية بتاعتنا كده، ونرصصها بقى كويس قوي علشان ايه يبقى كلها من فوق فراخ بالشكل ده. دلوقتي بقى انا رحت ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. جبت بقى كوباية كبيرة من المية او تقدري تستبدليها بالشوربة، حطيت فيها ملح وفلفل اسود. وطبعا نراعي كل واحد بيحب البهارات بتاعته قد ايه. حطيت بقى شوية كمان من الزيت ومعلقتين من الصلصة، وقلبتهم كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنرجع على طول نجيب صينية الخضار بتاعتنا اللي احنا عملناها الاقتصادية جدا دي، اللي كلها بقى قيمة غذائية عالية جدا لان فيها خضار. فطبعا ولادنا مش بيرضوا، فهتعجبهم قوي علشان بعد كمان ما سويتها قعدت حوالي 40 دقيقة في الفرن. غطيتها وحطيتها في الرف الاوسط، وبعد كده شلت الورقة كمان واديتها بقى لون تحت الشواية. عايزة اقول لكم ان الخضار كان طعمه حلو جدا لان كان واخد تشوية شوية تحت الشواية. فكان طعمه حلو قوي، عاملة زي الطواجن اللي بنجيبها من بره بالظبط. شايفين بقى الجمال، شوية رز. ويلا بقى ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم، وتصلوا على النبي في الكومنتات وتعملوا شير ولايك. باي باي.